مساء الخير. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماس لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض ليونت 8 lessons 1 و 2 و 3. اول فيديو في يونت 8. لو نفتكر مع بعض الميكسد نمبر، الميكسد نمبر كان بيبقى فيه هول نمبر وبروبر فراكشن زي كده هنا. ده كان هول نمبر اللي هو 2 ده، وال3 اوفر 4 ده بنقول عليه بروبر فراكشن. لكن ال2 وال3 اوفر 4 مع بعض دي كلها بنقول عليها ميكسد نمبر. كنا ازاي بنحولها للامبروبر فراكشن؟ الامبروبر فراكشن يعني النيوميريتور فوق بيكون اكبر من مين؟ اكبر من الدينومينيتور اللي هو اللي تحت. يعني ال11 اكبر من مين؟ اكبر من ال4. ده بنقول عليه امبروبر فراكشن. طب ازاي بنحول ما بين الميكسد من الميكسد للامبروبر فراكشن؟ اننا بنعمل تايمز هنا كده، وبعد كده بلس فوق. يعني ازاي؟ يعني 2 تايمز ال4، 2 تايمز ال4 ايكوال 8 بلس 3 ايكوال 11. 11 اوفر 4. الدينومينيتور ده بيبقى هو يعني الفور هنا هي، لكن اللي بيبقى من فوق ده بيبقى 2 تايمز ال4 بلس مين؟ بلس 3. طيب العكس بقى، لو عندي امبروبر فراكشن وعايز احوله لميكسد نمبر، كنا بنعمل اللي فوق اللي هو النيوميريتور دايفايدد على مين؟ دايفايدد على الدينومينيتور. يعني هنا مثلا مديني اكزامبل بيقول ال 18 دايفايدد على 7، او ال 18 اوفر 7. 18 دايفايدد على 7 بتيكوال كام؟ هشوف بقى تيبل 7 مين بيديني حاجه قريبه من ال 18. هلاقي ان هي ال 2. يبقى 2 تايمز ال 7، يعني ال 7 دي بتنزل زي ما هي. يعني بص كده هنا ال 7 دي بتبقى تنزل زي ما هي. اوكي. وال 18 دايفايدد على 7 بتيكوال 2. يبقى 2 هول نمبر. 2 تايمز 7 ايكوال 14. 14 باقي كام عشان توصل لل 18؟ باقي 4. يبقى انا كده حولت الامبروبر هنا لمين؟ للميكسد نمبر. تمام. ناخد حاجه تانية برضو. لو عندي ميكسد نمبر بس عايز اعمله ايكويفالنت ميكسد نمبر، يعني عايز اعمل ميكسد نمبر تاني برضو بس يكون ايكويفالنت ليه او ايكوال ليه. يعني مثلا هنا عندي 3 و2 اوفر 5، دي عايزين نعملها ميكسد نمبر تاني يكون ايكويفالنت لمين؟ للميكسد نمبر اللي قدامي ده. تمام. فانا كده ممكن اعمل ايه؟ اخلي ال 3 دي 2 بلس 1. تمام. ال 2 هننزلها عادي، وال 1 هنخليه 5 اوفر 5. تمام. على اساس ان الميكسد اللي عندنا ده هنا 5، على اساس ان الدينومينيتور اللي عندنا هنا 5. تمام. يبقى نخلي ال1 بقى 5 اوفر 5. تمام. هنا بيقول لي اهو ريجروب ال1 هول تو كام؟ تو 5 اوفر 5. تمام. يعني هخلي ال1 ده عباره عن 5 اوفر 5. يبقى انا كده نزلت ال2، وال5 اوفر 5 هتتعمل بلس مع ال2 اوفر 5 بيديني 7 اوفر كام؟ اوفر 5. طبعا احنا فاهمين الموضوع ده. تمام. يعني حولنا ال1 اللي كان لوحده خليناه 5 اوفر 5، وعندي هنا اصلا كان في 2 اوفر 5، يبقى دول بيدوني 7 اوفر كام؟ اوفر 5. يبقى انا كده عملت equivalent mixed number. تمام. هنا عايز اعمل بلس بقى ل 2 mixed numbers، 2 و 3 اوفر 5 بلس 3 و 1 اوفر 5. اعملها بلس ازاي؟ اول حاجه ان انا احول كل واحده فيهم للامبروبر فراكشن بتاعها. يعني الميكسد نحولها للامبروبر. طيب نعملها ازاي؟ يبقى ال5 هو الدينومينيتور الجديد بتاعه، والنيوميريتور الجديد هيبقى مين؟ هيبقى 2 تايمز 5 بلس 3. 2 تايمز 5 ايكوال 10 بلس 3 ايكوال 13. يبقى 13 اوفر 5 بلس. عندي مين هنا بقى؟ 3. برضو نفس الحكاية هنا، هتبقى 3 تايمز 5 ايكوال 15 بلس 1 ايكوال 16 اوفر 5. تمام. يبقى 13 اوفر 5 بلس 16 اوفر 5. تمام. بعد كده اعملهم بلس عادي خالص، مفيش مشكلة. 13 بلس 16 ال 3 بلس 6 ايكوال 9، وال 1 بلس 1 ايكوال 2. يبقى 29 اوفر كام؟ اوفر 5. دي اقدر احولها لميكسد نمبر. اخليها كام؟ اخليها 25 29 دايفايد على 5 ايكوال اقرب حاجه في تيبل 5 بتديني 29 هي ال 5. يبقى 5 تايمز 5 ايكوال 25 بلس 4 يبقى كام؟ يبقى 29. تمام. يبقى انا كده حولتها لميكسد نمبر. طيب نشوف اكزامبل اللي بعده. هنا بيقول لي 7 1 اوفر 7 1 اوفر 4 ماينس ال 5 و 3 اوفر 4. ده هنا بيكوال ايه بقى؟ هنحول كل واحد فيهم للامبروبر فراكشن. يبقى 7 تايمز 4 ايكوال 28
بلس 1 equal 29. يبقى 29 divided على 4 minus هنا برضو 5 times 4 زي ما قلنا 5 times 4 equal 20. 20 plus 3 equal 23 over 4. يبقى هنا 29 over 4 minus 23 over 4 ده بيديني 6. يبقى 6 over 4. 6 over 4 ممكن اعملها simplest form تبقى يعني نعملها divide على 2 هما الاثنين. 6 وال 4 اللي هما الاثنين في تيبل 2 يبقى نعمل divide على 2 هما الاثنين يبقى 3 over 2. 3 over 2 برضو ممكن احولها الميكسد تبقى 1 و 1 over 2 زي ما قلنا 3 divide على 2 equal 1. 1 times 2 equal 2 بلس كام بلس 1 عشان يديني 3 يبقى 1 over 2. هنا بيقول لي this is the first way يعني اول طريقة اعمل بيها البلس والماينس. الطريقة التانية بقى هنا عندي two mixed numbers لو عايزين نعملهم بلس مع بعض. هناخد الهول نمبرز مع بعض. ال3 وال1 دول الهول نمبرز دول هناخدهم مع بعض والنيوميريتورز هناخدهم مع بعض او الفراكشنز دول هناخدهم مع بعض. يبقى كده ال3 بلس ال1 مع بعض بلس ال2 اوفر 7 وال3 اوفر 7 دول هناخدهم مع بعض. تمام. يبقى هنا ال3 بلس ال1 يديني 4. يبقى ده ال4 هول نمبر بلس عندي مين بعد كده عندي ال2 بلس ال3 ايكوال 5. 5 اوفر كام 5 اوفر 7. تمام. 4 و5 اوفر كام اوفر 7. طيب نشوف اكزامبل تاني. هنا عندي 11 1 اوفر 6 ماينس 5 و5 اوفر 6. عملنا نفس الطريقه اللي فاتت. يعني هنا لو جينا نشتغل ونخلي ال 11 ماينس ال 5 لوحدهم وال 1 اوفر 6 ماينس ال 5 اوفر 6 طبعا مش هتنفع صح كده لان ال 1 اقل من ال 5. امال نعمل ايه؟ هنحول الميكسد نمبر اللي هو ال 11 و 1 اوفر 6 ده هنغيره هنخليه كام. تمام. ال 11 هنخليها 10 ونزود على ال1 ده 6. تمام. ليه 6؟ يعني كأننا غيرنا ال 11 دي خليناها 10 بلس 1 بس ال1 خليناها 6 اوفر 6. تمام. يبقى كده 10 و7 اوفر 6 صح كده. يعني هنا ال 11 هيبقى 10 وهنزود 6 على مين على ال1 ده يبقى 7 اوفر 6. كده ال 11 اوفر 11 و1 اوفر 6 دي بتيكوال ال 10 و7 اوفر 6 صح كده. دي هنحطها بدالها ماينس ال 5 و5 اوفر 6. طيب الطريقه دي لازم اعمل فيها الريجروبنج ده علشان في الماينس هنا عندي ال1 اقل من مين اقل من ال5. طيب كده ينفع اشتغل ماينس على طول ينفع على طول. يعني هناخد ال10 ماينس ال5 مع بعضهم دي ب5 وال7 ماينس ال5 هيديني كام هيديني 2 اوفر 6. تمام. يبقى كده كام يبقى كده ال10 ماينس ال5 مع بعضها بلس 7 اوفر 6 ماينس ال5 اوفر 6. طيب دي بقى بتيكوال كام ال 10 ماينس ال 5 بيكوال 5. ال 7 ماينس ال 5 ايكوال 2 اوفر 6 وال 2 اوفر 6 دي ينفع احولها لسمبلست فورم. سمبلست فورم طبعا ال 2 وال 6 هنلاقيهم في تيبل 2 هما الاثنين. يبقى نعمل دايفايد على ال 2 يبقى كام ال 1 دايفايد على ال 2 دايفايد على 2 ايكوال 1 وال 6 دايفايد على 2 ايكوال 3. يبقى 5 و1 اوفر كام 1 اوفر 3. دي الطريقه الثانيه زي ما قلنا. يبقى انا كده عندي طريقتين احل بيهم يا اما احولهم للامبروبر فراكشنز وبعد كده نعملهم ماينس وبلس عادي مفيش مشكله. والطريقه الثانيه اللي احنا هنشتغل بيهم على طول بس لازم نعمل الريجروبنج دي لو احتاجناها. تمام. بيقول لي evaluate each sum or difference وبعد كده بيقول لي simplify if possible. تمام. هنا نحل بالطريقه الاولانيه. يعني عندي 2 و1 اوفر 4 بلس 1 و1 اوفر 4. لو هنحل بالطريقه الاولانيه هنعمل ايه؟ هنعمل 2 تايمز ال 4 ايكوال 8 بلس 1 ايكوال 9. 9 اوفر 4 بلس ال1 وال 4 1 تايمز 4 ايكوال 4 بلس 1 ايكوال 5 اوفر كام اوفر 4. تمام. يبقى 9 اوفر 4 بلس 5 اوفر 4. طيب لو نعملهم بلس مع بعض دول ال 9 بلس ال 5 ايكوال كام 14. يبقى 14 اوفر 4. تمام. طيب ال 14 اوفر 4 لو هحولها الميكسد هتبقى ال 14 دايفايد على 4 بتيكوال ال 3 اقرب حاجه. 3 تايمز 4 ايكوال 12 بلس 2 ايكوال ال 14. يبقى 3 و2 اوفر 4. وطبعا ال 2 اوفر 4 ممكن نعملها simplest form لان هو بيقول لي simplify if possible. يبقى انا لازم اعمل ايه السمبلست فورم اللي هي ال 2 وال 4 هنلاقيهم في تيبل 2. يبقى نعمل دايفايد على 2 فوق وتحت يبقى 1 اوفر 2. يبقى 3 و1 اوفر كام 1 اوفر 2.
هنا 6 و 3 اوفر 4 ماينس ال 5 و 1 اوفر 4. دي نعمل فيها ايه؟ اول حاجه برضو هنحول هنا الميكسد، هنحول الميكسد لامبروبر وهنا الميكسد لامبروبر. يبقى 6 تايمز 4 ايكوال 24 بلس 3 ايكوال 27 اوفر 4. تمام. ماينس ال 5 تايمز 2، 5 تايمز 4 ايكوال 20 بلس 1 ايكوال 21 اوفر 4. بعد كده هنشتغل عادي 27 ماينس 21. طبعا هنا طالما نفس الدينومينيتور بنشتغل مفيش مشكله عادي. 7 ماينس 21 ايكوال 6، 6 اوفر 4. 6 اوفر 4 دي معناها ان انا اقدر اعملها ممكن احولها للميكسد على طول. طيب 6 ديفايد على 4 ايكوال 1. 1 تايمز 4 ايكوال 4 بلس 2 ايكوال 6. تمام. يبقى نكتب 2 فوق. هنعمل سمبليفاي برضو ل 2 اوفر 4 بيديني هاف زي ما عملناها فوق، يبقى 1 و 1 اوفر 2. نشوف بقى كده نمبر سي. هنا بيقول لي 4 و5 اوفر 9 بلس 2 و7 اوفر 9. هنا هنحولها برضو زي ما احنا عارفين، هنحولها الميكسد، هنحولها الامبروبر. هما الاثنين 4 تايمز 9 ايكوال 36 بلس 5 ايكوال 41. يبقى 41 اوفر 9 بلس 2 تايمز 9 ايكوال 18. 18 بلس 7 ايكوال 25 اوفر 9. وهنا الدينومينيتور دول لايك دينومينيتورز، يبقى هنعمل بلس عادي مفيش مشكله خالص. 1 بلس ال 5 ايكوال 6 وال 4 بلس ال 2 ايكوال 6، يبقى 66 اوفر 9. هنحولها للميكسد. 66 ديفايد على 9 ايكوال 7. ال 7 تايمز 9 ايكوال 63 بلس 3. برافو. يبقى نكتب 3 فوق. وبعد كده بتيكوال هنا كام؟ طبعا ال 3 اوفر 9 هنعملها سمبليفاي، هما الاثنين في تيبل 3، يبقى نعمل ديفايد على 3 فوق وتحت، يبقى 7 و1 اوفر كام؟ 1 اوفر 3. اخر حاجه عندي 8 1 اوفر 5 ماينس 3 و4 اوفر 5. 8 تايمز 5 ايكوال 41 ايكوال 40. 40 بلس 1 ايكوال 41 اوفر 5 ماينس هنا 3 تايمز 4 3 تايمز 5 ايكوال 15 بلس 4 ايكوال كام؟ هنعمل ماينس عادي مفيش اي مشكله خالص. 41 ماينس ال 19 عشان دول لايك دينومينيتورز هنشتغل عادي خالص. 41 9 ماينس 19. ال 1 ماينس ال 9 ايكوال طبعا 1 كانت بي، يبقى هنا يبقى هنخلي ال 4 دي تبقى 3 وال 1 هتبقى 11، يبقى 11 ماينس 9 ايكوال 2. وهنا 3 ماينس 1 ايكوال 2 برضه، يبقى 22 اوفر 5. هنحولها لميكسد هتبقى كام؟ 22 ديفايد على ال 5 ايكوال 4. 4 تايمز 5 ايكوال 2 ايكوال 20 بلس 2 ايكوال 22. هنا بيقول لي evaluate each of the following equations. عندي 3 و 2 over 5 بلس k equal 6 و 1 over 5. طبعا هنا evaluate هنا معناه ان انا افايند قيمة الكي دي. تمام. يعني انا اجيب قيمة الكي دي ازاي؟ كنا بنحول الفراكشن ده الناحية التانية بالماينس. تمام. لو نفتكر كنا خدنا الكلام ده في الفيرست تيرم وفي سنة رابعة برضو. يبقى هنا الكي بتيكوال ال 6 1 اوفر 5 ماينس 3 و 2 اوفر 5. تمام. اسمها الانفيرس اوبريشن. تمام. هنعمل ايه؟ الكي بتيكوال ال 6 1 اوفر 5 ماينس 3 و 2 اوفر 5. طيب دي نعملها ماينس ازاي؟ باي طريقه مش هتفرق، يعني لو استخدمنا الطريقه الاولى اوكي والثانيه اوكي برضو. طيب نستخدم الطريقه الاولانيه بتكون اسهل في اغلب الاحيان. 6 تايمز 5 ايكوال 6 تايمز 5 ايكوال 30 بلس 1 ايكوال 31 اوفر 5 ماينس 3 تايمز 5 ايكوال 15. 15 بلس 2 ايكوال 17 اوفر 5. تمام. هنا بقى دول لايك دينومينيتور، يبقى هنشتغل ماينس عادي مفيش مشكله. 31 ماينس 17 هيديني 14. 14 اوفر 5. ال 14 اوفر 5 اللي عايزين نحولها لميكسد. ال 14 ديفايد على 5 ايكوال 2. 2 تايمز 5 ايكوال 10 بلس 4 ايكوال 14، يبقى 2 و 4 اوفر 5. طيب تعالى نشوف نمبر بي برضو 7 و 2 اوفر 5. هنا بقى ممكن نحلها بالبار موديل، وممكن برضو نعمل حاجة يعني احسن شوية، ان احنا نحول البي دي الناحية التانية كده بالبوزيتيف، يعني تبقى بالبلس، وال5 هنا وال1 ماينس 3 دي تبقى الناحية التانية تبقى بالماينس. تمام. يبقى هنا كده البي هتيكوال مين؟ البي هتيكوال ال 7 و 2 اوفر 3 ماينس ال 5 و 1 اوفر 3. فاهمين ازاي؟ يعني انا ممكن يعني اعدلها بقى ازاي؟ اخلي البي دي اللي هي بالماينس تروح الناحيه التانية تبقى بالبلس. تمام.
طيب وبعد كده اجيب ال 5 1 اوفر 3 دي اوديها الناحيه التانيه تبقى بايه؟ تبقى بالماينس. تمام. بطريقه البار موديل او الهول بارت موديل. تمام. هنكتب ال 7 و 2 اوفر 3 دي فوق، والبي تحت، ومعاها مين؟ ومعاها ال 5 1 اوفر 3. لما انا احتاج البي بقى بتيكوال ال 7 و 2 اوفر 3 ماينس ال 5 1 اوفر 3. تمام. دي هستخدمها ازاي؟ ممكن استخدم الطريقه الثانيه في الماينس عادي. يعني مثلا هنا ال 7 ماينس ال 5 ايكوال 2. اخد هنا الهول نمبرز مع بعض والفراكشنز مع بعض. 7 ماينس 5 اهي لوحدها، بلس ال 2 اوفر 3 ماينس ال 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 3. طيب ال 7 ماينس 5 ايكوال 2، وال 2 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 بتيكوال 1 اوفر 3، يبقى 2 و1 اوفر كام؟ 1 اوفر 3. هنا بقى مديني 2 فراكشنز ميكسد، وعايزني اخلي الاثنين دول لايك دينومينيتور. تمام. بس دول ميكسد بقى، الجديد بقى دول في اليونت ده عن اليونت اللي فات ان دول ميكسد نمبرز، وعايزني اخليهم هما الاثنين لايك دينومينيتور. المشكله كلها هنا ان انا عندي الدينومينيتور هنا ده 8 وده كام؟ وده 12. مفيش حاجه من ال 8 اعملها تايمز في حاجه تديني 12، او ال 12 دايفايد على حاجه تديني ال 8. فانا مضطر اعمل ايه؟ مضطر اجيب ال سي ام لمين؟ لل 8 ولل 12. تمام. طيب تعالى نفتكر بقى ال 8 بتيكوال 2 تايمز 4، وال 4 هتبقى 2 تايمز 2، وال 12 هتبقى 3 تايمز 4، وال 4 هتبقى 2 تايمز 2 برضو. كده اجيب ال سي ام عادي خالص. ال 8 بتيكوال 2 تايمز 2 تايمز 2، وال 12 2 تايمز 2 تايمز 3، و3 تبقى بعيد. كده ال سي ام بيكوال 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3. طبعا 2 تايمز 2 تايمز 2 دي ب 8 تايمز 3 ايكوال 24. يبقى انا كده اشتغل على الدينومينيتور الجديد اللي هو 24 على طول. طب ازاي بقى؟ هنا اول حاجه ال 2 و4 اوفر 8. هنا ال 8 هتبقى 24. تمام. يعني كده مسكت الدينومينيتور القديم اللي هو اللي كان عندي 8، هخليه يبقى كام؟ يبقى 24. يبقى انا اعمله تايمز كام؟ تايمز 3. يبقى ال 4 تبقى تايمز 3، يبقى 12 اوفر كام؟ 12 اوفر 24. تمام. طب وال2 طبعا تنزل زي ما هي، يعني الهول نمبر ما فيهوش اي مشكله خالص، هينزل. والفراكشن بقى نيوميريتور ودينومينيتور هو اللي هيتغير. تمام. ال1 و9 اوفر 12. طبعا دي 12 هتبقى 24، يبقى نعملها تايمز 2. يبقى ال1 هينزل، و24 هتبقى وال12 هتبقى 24، وال9 هتبقى كام؟ هتعمل تايمز 2 برضو، تبقى 18 اوفر 24. يبقى 1 و18 اوفر 24. نفس المسألة دي نحلها بطريقة تانية أسهل شوية. هنا عندي ال2 و4 اوفر 8، وال1 و9 اوفر 12. نعمل سمبليفاي بقى عليهم هما الاثنين. يعني ازاي؟ يعني ال4 اوفر 8 دي نشوفها لو عملت سمبليفاي ليها تبقى كام؟ وال9 اوفر 12 لو عملت ليها سمبليفاي تبقى كام؟ تمام. طيب هو ال4 وال8 دول لو عملتهم سمبليفاي هتبقى هما الاثنين موجودين في تيبل 4، يبقى اعمل دايفايد على ال4 هما الاثنين. دايفايد على ال4 هنا يديني 1، وهنا ال8 هتبقى دايفايد على ال4 تديني 2، يبقى 2 و1 اوفر 2. طيب وال9 اوفر 12 لو ال9 وال12 طبعا هما الاثنين موجودين في تيبل 3، يبقى اعمل دايفايد على 3 فوق وتحت. دايفايد على 3 ايكوال 3، وال12 دايفايد على 3 ايكوال 4، يبقى 1 و3 اوفر كام؟ اوفر 4. طيب هنا الدينومينيتور هنا 2 وهنا كام؟ وهنا 4. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ال سي ام بقى لل2 وال4 هيديني 4 طبعا، او ممكن اعمل ال2 تايمز 2 على طول يديني 4. تمام. واضح جدا وسهل جدا ال سي ام ليهم هما الاثنين. طيب كده هيبقى ال2 1 اوفر 2 ده هيبقى كام؟ هيبقى الدينومينيتور بتاعه 4، يبقى هيبقى 2 اوفر 4. تمام. يبقى 2 و2 اوفر كام؟ اوفر 4. اند ال1 هتبقى ال1 وال1 و3 اوفر 4 هينزل زي ما هو، مفيش مشكله فيه. يبقى كده خلاص عملت ايه؟ عملت دول لايك دينومينيتور طبعا بطريقه اسهل خالص من اللي فاتت. قول لي estimate one possible value for x in each of the following. بيقول لي 5 و x over 24 is slightly greater than 5 1 over 2. طيب ال 2 عشان تبقى 24 بنعملها تايمز 12، يبقى انا ال 1 المفروض اعملها تايمز كام؟ تايمز 12. يبقى 1 تايمز 12 equal 12. بس ده امتى؟ لما يكونوا equal. لكن هنا عايز لي greater than، يعني اكبر من مين؟ اكبر من الفراكشن اللي فيه الهاف. تمام. يبقى الاكس هنا هتكون اكبر شويه من مين؟ من ال 12، تبقى 13. دي اقرب حاجه ليها.
طيب تعالى نشوف نمبر بي كده. بيقول لي 7 و 8 over x is little greater than 7، يعني اكبر من ال 7 شويه صغيرين. تمام، عايز الفراكشن ده يكون صغير. تمام، فال 8 هنا ممكن نعملها 8 over كام؟ over مثلا 100. اوكي، عشان يديني رقم صغير. ممكن 100، ممكن 1000، عشان تبقى little greater than اكبر من مين؟ اكبر من ال 7 بكميه صغيره يعني. تمام، يبقى هنا الاكس هتيكوال 100. اوكي. طيب نمبر سي هنا بيقول لي 4 و x over 9 is about 4 و 3 over 4. تمام، هنا الهول نمبر، هنا ال 4 زي ال 4 هو، بس هنا عايز النمبر ده بيكون about ده يعني تقريبا زيه. ممكن اعمل حاجه حلوه قوي، ان انا اخد ايه؟ اخد ال 9 تايمز 3 دايفايدد على ال 4. تمام، يعني نعمل كده ان ال x over ال 9 بتيكوال ال 3 over 4، بس طبعا هي مش بتيكوال ليها. تمام، بس انا عشان اجيب قيمه الاكس دي هجيب قيمه اكبر منها، يعني القيمه اللي هتطلع لي من النتيجه دي هاخد اكبر منها شويه. تمام، طيب هنا بقى عشان اجيب قيمه الاكس دي بعمل سيسورز، يعني باخد ال 9 تايمز مع ال 3 دايفايدد على مين؟ دايفايدد على ال 4. تمام، 9 تايمز 3 ايكوال 27 دايفايدد على ال 4، هو مش هيديني هول نمبر صريح. 28 اوفر 4 بتيكوال كام؟ ايكوال 7. تمام، يبقى انا لو اخترت ان الاكس تكون 7 هتكون انسب حل، او اللي هو ال 1 possible value. تمام، النمبر دي هنا بيقول لي 17 و 20 اوفر x is little less than اقل من مين؟ اقل من ال 18. وممكن اخليها اكبر من ال 20 بحاجه بسيطه، يعني ممكن اخليها مثلا 21 مثلا او 22، يعني حاجه قريبه كده من مين؟ 18. تمام، يبقى كده ممكن اخليها كام؟ اخليها 21، ده اقرب نمبر ممكن يكون بوسيبل ليها. تمام، طبعا الاجابات دي بتحتمل اكتر من اجابه، يعني مش مفيش اجابه محدده، لكن الاجابات بتكون عباره عن مقترحات يعني. هنا example، هنا سؤال جديد بقى بيقول لي estimate each sum or difference from the following. اول حاجه عندي 7 و 4 over 5 minus 2 1 over 6. هنا بقى هنشتغل estimate، يعني هنشوف ال 7 و 4 over 5 ده قريب من مين، يعني قريب من مين هو النمبر. ال 4 over 5 قريبه جدا من ال 1. تمام، فاحنا ممكن نخلي ال 7 و 4 over 5 دي تبقى كام؟ تبقى 8، يعني estimated بال 8 وماينس ال 2 1 over 6. طبعا هنا 1 over 6، ال 6 1 over 6 دي هنا لو احنا عملناها مثلا بالبنش مارك هنلاقي ان ال 1 over 6 دي بزيرو، يبقى كده 2 1 over 6 كأنها كام؟ كأنها 2. يبقى هنا 8 minus 2 equal كام؟ equal 6. طيب نمبر بي برضو كده ممكن اشوف ان ال 2 over 3 هنا لو عملناها بنش مارك ممكن نلاقيها ب 1 9 بلس ال 1 و 5 over 6. برضو ال 5 over 6 لو عملتها بنش مارك الاقيها 1. يبقى انا كده يبقى كده ممكن ال 1 و 5 over 6 اخليها 2. يبقى كده هتبقى ايه 9 بلس 2، دي طبعا هنا مكتوبة غلط، هتبقى 11. نمبر سي هنا 2 و 1 over 5. برضو هنا ال 1 over 5 لو عملتها بالبنش مارك الاقيها 0، يبقى دي estimated 2. وال 6 و 11 over 21. طبعا هنا 21 نصها 10.5. تمام، هي 11 تبقى هنا كأنها 6 وهاف. 2 بلس 6 and half يبقى يديني كام؟ يديني 8 1 over 2. تمام، نمبر دي هنا بيقول لي 9 و 6 over 7. طبعا هنا برضو لو عملت استيميت لل 6 over 7 هلاقيها 1، يبقى ال 9 دي هتبقى 10 ماينس ال 5 و 4 over 9. ال 4 over 9 برضو استيميتد بالهاف، يبقى 5 1 over 2. يبقى كده 10 ماينس 5 1 over 2. خلي ال 10 دي تبقى 9، ال 10 دي هتبقى 9 و 2 over 2. واشمعنى 2 over 2 زي ما قلنا؟ عشان هنا الدينومينيتور هنا 2، لازم نخلي الدينومينيتور اللي قبله يبقى 2 برضو عشان نعرف نعمله ماينس بسهولة. يبقى هنا ال 9 ماينس ال 5 equal 4، وال 2 ماينس ال 1 equal 1، وال 2 طبعا هتنزل عادي مفيش مشكلة، يبقى 4 1 over 2. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هسيب لكم لينك جروب التليجرام موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ولينك قناة اليوتيوب برضو عشان يحب يتواصل معانا. يلا باي باي.